والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بأحسن صحة وتم حال. صباحكم ورد وهنا وسعادة وراحة بال وكل حاجة حلوة بتتمنوها يا رب يحققها لكم، ويجعل دايما يا رب الكتير والخير والرزق والسعادة والهنا مالي بيوتكم يا رب. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. تعالوا بقى فيديو جميل كده، فيديو زي العسل زيكم. لو ان انا بصي يعني عايزه اقول لكم حاجه، بما انكم اخواتي ومتابعيني وحبايبي وصحابي وكل حد كويس، يعني بصراحه كل حد كويس في القناه عندي انا بحترمه. وعايزه اقول لكم قسما بالله كل واحد له معزه في قلبي. بس يعني عايزه بس اقول لكم على شويه حاجات. انا في فيديوهات ما شاء الله بتعدي الالف، انا اتمنى كل الفيديوهات بتاعتي تعدي الالف كده. بالله عليكم تقفوا معايا لو انتوا بتحبوا ام رودي وعايزين قناه ام رودي تكبر و... وكمان كل حد بيحبني وبيعزني قوي قوي قوي. اتمنى ان انت ترفع لي الفيديو باي كومنت باي لايك، تشير على قد ما تقدر. ربنا يا رب يبارك فيكم، انا عارفه ان انتوا قدها وقدود، وعارفه ان انتوا ما بترفضليش طلب، فيا رب يسعد قلوبكم كده، يسعدوا قلبي كده. خلي القناه تترفع شويه. اللهم لك الحمد، في فيديوهين اترفعوا كل حاجه، انا نفسي بقيه الفيديوهات تبقى كده. بس للاسف انا اليوم اللي انتوا تعرفوا اللي انا ما بنزلش فيه كده بيجيلي احباط قسما بالله. بحس ان القناه يعني بعد ما بتتحرك وتطلع للامام شويه بلاقيها نزلت تاني. يعني انتوا عارفين الفيديو الاخر فيديو انا كنت منزلاه ما سحبش خالص، يعني تعب وتصوير وجهد وانتوا عارفين كل حاجه عني، ما بخبيش عنكم اي حاجه. ببقى مضغوطه من هنا ومن هنا ومن هنا، ومع ذلك اقول لا بصور عشان خاطر حبايبي، عشان خاطر الناس الحلوه الغاليه على قلبي اللي انا ما اقدرش ارفض لهم طلب. فانتوا بالله عليكم كده اقفوا معايا، ونفس القناه تترفع ونفس الفيديوهات تعلى شويه بالله عليكم، لان قسما بالله الفيديو لو ما جابش 1000 وشويه ما بيدخلش ارباح، وانتوا كلكم عارفين. طيب تعالوا بقى نبدأ الفيديو الحلو ده. الفيديو ده هو انا كنت بفرش في الشقه بعد ما غسلنا الحصر الحمد لله وظبطنا الدنيا، وشلت الملايات وغيرنا بقى بنغير للسرير. عايزاكي تمشي كده بالنظام. انت مش قادره تعملي حاجه النهارده يا حبيبه قلبي؟ عادي عادي، محدش له حاجه عندك، انت اميره في بيتك، اللي تقدري عليه اعمليه. بس برضك انا مش عايزه ليكي نقطه الكسل دي. الكسل قسما بالله بيخرب البيوت، وعايزه اقولك ان هو مبيبقاش كويس قوي، مبقاش كويس بص في كل حاجه، بيبقى كل حاجه فيها اهمال وكسل، وتبقي بصي بيسبب لك طاقه سلبيه. فعشان كده يا حبيبه قلب اختك تعبانه، ريحي، افصلي شويه، افصلي يعني ادي لنفسك راحه ساعتين ثلاثه كده. الناس في الشغل طبعا بتتعب، بيجرى لها حاجه بتاخد راحه يوم اتنين تلاته، فانت انا بقول لك خدي لك راحه ساعتين ثلاثه او يوم يا ستي، ايه يعني مش هيجرى حاجه. كده كده الترويق كل يوم قاعد، والتنظيف والغسيل كل يوم احنا ايدينا في الحاجه، فايه يعني؟ يعني انت اصلا كده كده روقتي وظبطتي دنيتك وجيتي تعبتي بعديها، مثلا لا قدر الله قعدتي يومين تلاتة 10، قسما بالله ما حد هينفعك. هتقوم انت برضك وانت اللي هتروقي وانت اللي هتعملي كل حاجه. فليه بقى احنا ما نتعبش نفسنا ولا نطول على نفسنا في اي حاجه تتعبنا؟ فعشان كده خدي الامور بسياسه كده، وخدي الامور بهداوه. كده كده ده بيتك وده مملكتك ودي حياتك، انت الامر النهي فيها. تمام زي ما انتم شايفين كده. شكرا لكل حبايبي اللي اقترحوا عليا بحوار الستاير دي، الله يجازيكم كل خير. عايزه اقول لكم ان قسما بالله كانت الحيطه كده بلاقيها مدخليه تلج، بحس ان في مروحه في مروحه شغاله قدامي، يعني مش عارفه. اللهم لك الحمد، يعني حطيت ستاره اي نعم هم مش متوافقين، بس الحمد لله. يعني انا حطاها مش كشكل، انا حطاها بس عشان خاطر الرطوبة، وعشان خاطر بنتي الصغيرة رحمة ساعات بتيجي تنام معانا، فما تبقاش ايه يعني ناحية السقعة وكده. فبجد شكرا لكم على افكاركم الجميلة. انا نفسي بقى قسما بالله بتمناها من ربنا ان انا كده، يعني ادعوا لي دعوة حلوة كده بصلاح الحال وتيسير الامور، ويوقف لي ربنا الناس الكويسة في طريقي، الناس اللي بتحب لي الخير، الناس الصالحة، الناس اللي هي عايزاكي تعلي وتبني وتحققي كل اللي في اللي انت نفسك فيه. ويبعد عننا الناس الخبيثة، الناس الحقيدة، الناس الحقودة، الناس الحاسدة، الناس اللي بتستكتر عليكي كل حاجة نفسك فيها، رغم ان الحاجة اللي نفسك فيها دي انت تعبتي قوي وشقيتي عقبال ما جبتيها وعقبال ما حققتيها،
بس برضك بيستكتروا عليكي، واقرب الناس ليكي قسما بالله ما حد غريب بيستكتر عليكي حاجه، بالعكس اقرب الناس منك اللي حواليك اللي فاهمينك واللي عارفين عيشتك واللي عارفين ظروفك. يعني ازاي في يوم وليله كده يبقى عندها اللي هي كانت نفسها فيه، ازاي في يوم وليله تحقق كل حاجه واحنا قاعدين حاطين ايدينا على خدنا. اللهم كل حاجه بتوفيق ربنا. يعني هو ربنا لو مش شايف ان البني ادمه دي قلبها نضيف وقلبها ابيض وبتحب الخير للناس ما كانش اداها ولا عطاها. بس الناس تفكيرها غلط، يعني الا من رحم ربه. يقول لك لا، ازاي هي تحقق اللي نفسها فيه واحنا لا، ازاي هي تبني واحنا لا، ازاي تعلو هي واحنا لا، ازاي يكون عندها واحنا لا، ازاي. فبصراحه الناس دي كترت قوي قوي، الا من رحم ربي، الا من رحم ربي. وعايزه اقول لكم حاجه برضك، يعني المشكله ان الناس ديت قسما بالله بتبقى عزيزه علينا ومش عايزين يعني نقطع علاقتنا بيها، وعشان صله الرحم وبنقول حرام وبنقول ازاي لا، ونحط في دماغنا وفي تفكيرنا لا، مش معقول يحصل منهم كده، ونفضل نتخدع فيهم مرة واتنين وتلاتة وعشرة. فين وفين لما ربنا بيفوقنا وبينور بصيرنا وبنعرف بقى كل واحد على حقيقته. فعشان كده حبيبة قلبي خدي بالك، اي حاجة نفسك تحققيها ما تظهرهاش للناس. اعملي زي ما انا بقولك كده، عايزه الحاجه تتم للنهايه ما تظهرش للناس ولا تعرفي الناس. فاجئهم كده بعد ما تخلصي الحاجه، قسما بالله هتلاقي كل حاجتك متيسره. يعني انا عن نفسي اللهم لك الحمد، انا يعني بيت والدتي الله يرحمها والحته اللي انا شاريها عن جنبيها بالظبط، شاريه الناس بس الجديده اللي دخلت عندي في القناه. احب بس اوضح لكم حاجه، كانت امي الله يرحمها مدياني ورثها من امها الله يرحمها، وقالت لي خديه عشان انت قاعده في مكان بعيد عننا وكده. فالمهم انا الحته البيت اللي امي الله يرحمها ويسامحها ويغفر لها يا رب ويجعلها من اهل الجنه، هي واماتنا وامات المسلمين، حته صغيره بس كتر خيرها ان هي يعني حست بظروفي وكبنت وحيده قدرتني وكافئتني كانها برضك ايه زي ما امها الله يرحمها عملت معاها فهي عملت معايا. فالمهم ما كانش حد معترض من اخواتي الا واحد بس، قسما بالله الا واحد بس ومراته. يعني انا مش هقول على مراته غير حسبي الله ونعم الوكيل من قلبي. اي نعم اخويا انا ما اقدرش اجي عليه ولا اتحاسبن عليه، بس مراته حسبي الله ونعم الوكيل. ازاي ازاي هي اللي تاخده؟ لا المفروض كان من حقنا واحنا اللي قاعدين فيه واحنا اللي ناخده واحنا، وازاي حسبي الله ونعم الوكيل دي اللي هقدر اقولها، مش هقدر اقول غير كده. وبرضك اخويا مهما يحصل ومهما يعمل مش هقدر اقول حاجه غير ربنا يصلح له حاله وينور له بصيرته. فالمهم انا اشتريت حته، طبعا هي كانت يعني كانت شاريه حته، مرات اخويا دي الله يسامحها مش هقول اكتر من كده ويقعد لها في عيالها، كانت شاريه حته على اساس ان انا اما والدتي تتوفى تاخد البيت مننا. فاهميني ازاي؟ يعني هو البيت باسم والدتي الله يرحمها، وجه اخويا قعد فيه كام سنه 15 سنه، واما قعد فيه وفر واشترى بيت جنب البيت اللي هو ايه اللي امي كانت سايباهولي وهو كان قاعد فيه. يعني هو طول ما هو قاعد فيه كانت امي راحت كتبته لي الحمد لله، وقالت لي عشان مرات اخوك دي يعني طماعه والله يسامحها. يعني بصراحه احنا شفنا كتير منها قوي قوي، وبالذات امي الله يرحمها. فامي لو كانت حست ان هي كويسه كانت اقل حاجه قالت لي انت واخوكي، بس عارفه ان هي مرات اخويا دي طماعه وانسانه مش كويسه، الله يصلح حالها ويهديها لنفسها مش لينا. يعني حسبي الله ونعم الوكيل مش هقول اكتر من كده. فالمهم احنا اللهم صل على سيدنا محمد، اشترت حته بيت وما عرفتناش يعني شفتوا. يعني حسبي الله ونعم الوكيل مش هقدر اقول غير كده. المهم اشترت بيت جنب البيت بتاع ام الله يرحمها رغم ان هي كانت قاعده فيه. امي برضو كما كتبته ليا ما عرفتهاش، بس دي تدبير ربنا. يعني شوفي هي بتفكر في ايه وربنا بيفكر في ايه، يعني العبد في التفكير ورب في التدبير. المهم افهموا كده القصه كده ايه وقولوا لي اعمل ايه. اللهم صل على سيدنا محمد. البيت اللي اخويا قعد فيه ده يعني قعد فيه 15 سنه قبل ما اولاده كبروا ما شاء الله، واشترى بيت جنبي ما عرفش امي الله يرحمها ان هو اشتراه. فالمهم امي كتبته لي قالت لي عشان انا مش شايفه ان مراتات اخواتي كويسين معاكي وان هما يعني مش حلوين معاكي. فيعني هي قادرة كان بتسمع كلام بقى عني في غيابي، من مرات دي ومرات دي انت بتحبي بنتك وانت فهي قالت بس انا مش هكتبه للصبيان، الصبيان قادرة تتكفل بنفسها
وما شاء الله كل واحد يعرف يجيب لمراته. اما انت يعني ظروفك صعبة وجوزك على قده وكل شوية مشاكل مع حماتك ومش عارفة ايه، وانا زي ما امي كتبتهولي انا هكتبهولك. قالت لاخواتي كلهم، اخواتي كلهم وافقوا ما عدا اخويا اللي كان قاعد فيه، ما حدش شرع عليه الامر طبعا. لا دام اخواتي كلهم موافقين، ووالدي الله يرحمه برضه كان وافق، قال لها ايوه فعلا اعملي كده عشان بنت غلبانه وبنت وحيده وما تعرفيش الظروف هتعمل فيها ايه. تمام تمام. اشترى هو بقى حته وعايز يفتح الاتنين على بعض. فهي بقى ايه، ما جاتش تفكر في البنى الا لما والدتي ماتت الله يرحمها. راحت قالت لوالدي الله يرحمه احنا عايزين بقى ايه نبني وافتح البيتين على بعض. قال لها بيتين ايه؟ قالت له اه ما انا اشتريت بيت جنب البيت بتاع حماتي، عايزه افتح الاتنين على بعض. فوالدي الله يرحمه ويسامحه كانت امي معرفاه، سبحانك يا رب يعني والدتي كتبت لي البيت من هنا وماتت بعدها بشهرين. فالمهم ابويا قال له لا يا ابني، ابني حتتك اللي انت ما عرفتناش بيها اصلا، انت اشتريتها من الاول. يعني انت كنت بتفكر ان انت تاخد دي على دي وتفتح الاتنين على بعض، طب ما جيتش عرفتنا ليه من الاول؟ كانت امك يعني الله يرحمها ما كانتش لسه كتبتها لاختك، او كان الحل يعني اتغير وما بقاش كده. قال له ازاي ومش ازاي، وما كانوش مصدقين وهي مش مصدقه. وهنا بقى الخناق والغل والحقد وكل حاجة بانت على حقيقتها، والأخ اللي بيحب أخته ومرات الأخ اللي ما بتتمناش الخير لأخت جوزها، كل حاجة اتكشفت على حقيقتها. أنا الأول مرة بقول كده، بس بصراحة قسما بالله أنا محتاجة رأيكم في حاجات كتيرة. المهم البيت ده مازال فيه خالي يعني أخ أمي، وهو عارف ان البيت اتكتب باسمي طبعا، هو بس هو قاعد فيه انا عشان خاطر صلة الرحم بتاعت امي الله يرحمها. ولا عمري هاجي عليه، ولا عمري همشيه، ولا عمري ان انا هاذيه خالص. بس الله يسهل لها ويسامحها، طبعا هي قاعده جنبه في الحته اللي اشتريتها وبنتها، يعني ما شاء الله ربنا كرمها وبنت وعلت، ولسه عينيها على حته البيت اللي امي كاتباهولي. كل شويه كانت تقول مش كنا فتحنا الاتنين على بعض، مش ده بقى كبير، مش البلكونه كانت هتبقى اوسع، مش الشقه كانت هتبقى كبيره عندي لاي ابن من عيالي يتجوز فيها. طب انت بتدوري على ابنك وانا عيالي فين؟ المهم اللهم صل على سيدنا محمد، بنت وعلت وربنا كرمها وعملت كل حاجه، بس لسه البيت في عينيها. المهم انا اشتريت حته جنب بيت خالي ده من شقه جوزي ومن تدبير ومن الجمعيات ومن التوفير، من شغل من هنا ومن شغل هنا ومن شغل هنا. تمام. الراجل اللي كان في الشارع جارنا، هي كانت هتاخدها تشتريها مرضيش يبيع لها وباعها لنا. سبحانك يا رب. يعني احنا رحنا اشتريناها، قال لجوزي صدق بالله، قال له لا اله الا الله. كان جوزي رايح بقى هو واخويا التاني، تمام، مش اخويا، مش الاخويا الاولاني اللي كان عايز ياخد البيت، لا اخويا التاني يعني. اخويا كويس برضه وقف معايا في حاجات تانية، بس مش اللي كان عايز ياخد البيت اللي مراته مش كويسة. المهم اللهم صل على سيدنا محمد. الراجل قال له صدق بالله، قال له مرات اخوك، قال له اخويا انا بقى التاني كانت هتموت وتاخده وانا عمري ما هديهولها لانها مش كويسه ومش سالكه. سبحانك يا رب، جارها قال عليها كده وما رضيش يبيعهولها، ومع ذلك باعهولنا احنا. يعني سبحانك يا رب باعهولنا. المهم البيت كان حلو وكل حاجة، وكان الراجل يعني أعزكم الله بيربي فيه مواشي، وكان حلو كنت أخش وأخرج وكان حلو. سبحانك يا رب. مسافة سنة ولا سنتين ولا 3 أنا قافلاه عادي سايباه على حس أخويا اللي قاعد بقى. بس أنا ما فكرتش إن مراته حسبي الله ونعم الوكيل تخلي الناس تملهولي زبالة. عايزة أقول لكم إنه قسما بالله مليان زبالة، قسما بالله لو قعدت سنة أشيل فيها ما هعرف أشيل. كل ما اروح هناك كده اتغم من منظر الزبالة. طب انت لو واحدة جارتك وقاعدة جنبك وهي مش موجودة مسافرة او في اي حتة او بعيدة عن المكان ده، انت هتخلي بالك وتقولي حرام محدش يرمي زبالة هنا. ما بالك اخت جوزك انت قاعدة ازاي وكل الزبالة الناس كلها بتاع الشارع حسبي الله ونعم الوكيل بيرموا فيه. من ساعة ما عرفت ان امي كتبت لي البيت، وان انا اشتريت كمان حته البيت اللي هي كانت نفسها تاخده والراجل ما رضاش يبيعه لها. يعني سبحانك يا رب انا مالي، الراجل ما رضاش يبيعه لها، باعه لنا احنا. وسبحانك يا رب باعه لنا على قسط يعني اقساط مش فوري، وهي كانت نفسها تاخده فوري ما رضيش. يعني دي حاجه بتاعت ربنا وتدبير ربنا. من ساعتها الناس قسما بالله زبالة الدنيا حسبي الله ونعم الوكيل في الجيران برضك، لان هي مصاحباهم وبتخش معاهم جمعيات وبتسلفهم فلوس كمان من فلوس اخويا. يعني ايه آه كويسه يعني معاهم. فيردوا لها الجميل ازاي بقى؟ يملوا لي البيت زباله، وهي الله اعلم بترمي معاهم ولا ايه، الله اعلم. بس انا عايزه اقول لكم ان البيت قسما بالله مليان زباله. انا كل ما اروح لاخويا لما كان عنده فرح رحت له،
وعملت معاه الواجب، وفي الآخر طلعنا وحشين، وطلعتني إن أنا باحسد شقة بنتها، وإن أنا باحقد عليهم، وأنا قسما بالله ربنا اللي يعلم بمعزة ولادها ومعزة أخويا. بس هي ما أقولكوش إن هي، أنا أصلا يعني عمري ما شفت منها، يعني شفت منها حاجات كويسة. لما كنت ببقى والدة في ظرف مش عارفة ايه، تيجي هي واختها، لان احنا واخدين الاختين للاخين، تيجي مثلا تأذيني، تيجي تعمل لي حاجة، تيجي يعني كله في ميزان حسناتها. بس انا ما كنتش متخيلة ان هي بعد السنين والعمر ده كله تطلع علينا الكلام ده، وبرضك ان هي لسه عنها من البيت. فانا مش عارفة اعمل ايه قسما بالله. هو انا ليه 4 اخوات، 3 متجوزين، 2 واخدين اختين، اللي واحدة منهم دي، وطبعا التانية الله يسهل لها برضك بقت تسلطها. الاتنين بقوا يعني ما شاء الله الاتنين ماشيين على نفس السطر. الكبير بقى مراته يعني كويسة عارفة ربنا، فلقيتها بتقول لي يا بنتي بيعي البيت ده، عشان طول ما انت قاعدة جنبها يحصل فيه مشاكل، وهي تفضل عينيها على البيت، ويحصل لك مشاكل انت وجوزك، ويحصل نقار، ولادام حاجة مبسوس فيها بيعيها. طب انا لو بعته دلوقتي انا مش هلاقي مكان تاني، دي اول حاجة، ودي حاجة من ريحة امي الله يرحمها، واستحالة افرط فيها، لان هي قالت لي اوعي تفرطي فيه. وفي نفس الوقت قسما بالله وهي بتموت قالت له انا بوثق على اختي، يعني سابت اخواتي ال3 على بنتي اختك، وراحت موصاه هو. يعني هو عشان عارفه لما يعرف ان البيت اتكتب باسمي هيتفاجئ. وبقت خايفه من رد فعله، كانت تقول لي يا نسمه انا خايفه بالذات من مرات اخوك دي مش كويسه، خايفه لما اخوك يعرف ان البيت اتكتب باسمك يحصل مشاكل ويحصل خناق معاكي، وتوصلوا لمرحله انا ما كنتش حباها. بس الحمد لله، يعني هو اخويا كويس وكل حاجة، بس بيسمع كلامها، بيخاف منها، لا مؤاخذة يعني. والله العظيم زي ما بقول لكم كده، لدرجة ان الفرح بتاعه احنا بتاع بنته كنا زي الغرب، انا واخواتي كنا زي الغرب، كنا بنروح نقضي الواجب ونمشي، وفي الاخر طلعتنا وحشين. وقالت له بص اخواتك ما بيحبوناش الخير، ومش رايدين لنا ان احنا نفرح ببنتنا اول فرحتنا. وقعدت تسخن اخويا، وحسبي الله ونعم الوكيل يترد لها برضو. فالمهم انا قسما بالله ما عارفه اعمل ايه، البيت مليان زباله. انا عشان اشيل الزباله بس اللي الجيران كلها رمياها محتاجه حوالي 20,000 جنيه، لان الشارع ضيق مفيش عربيات هتخش، هضطر اجيب ناس تشيل يعني على كتافها، ومش عارفه اعمل ايه. فبالله عليكم حد يقول لي اعمل ايه، وما ما حدش يقول لي بيعي، لان ده من ريحه امي، فعشان كده انا مش هبيع. وانا ما صدقت اشتريت، لان الحاجه الايام دي غاليه قوي قوي. فمحتاجه ارائكم في الكومنتات بالله عليكم. ما حبيتش اخبي عليكم كل حاجه، بحسسكم بالمشكله اللي انا فيها ومش عارفه اعمل، وفي نفس الوقت هبقى قاعده جنبها، وانا حاليا